لو معاك 10 مليون جنيه، قرار واحد ممكن يشغلهم ويدخلوا لك عائد سنوي محترم، وقرار تاني ممكن يخليك معكش سيولة خالص ومحتاج تدفع عليهم فلوس أكتر كل شوية. الفرق بين القرارين دول 3 غلطات، وانا بشوف ناس كتير للاسف بتقع فيهم، وللاسف برضو بيبقوا مقتنعين ان هما بيعملوا احسن استثمار. اول غلطه انك تشتري عقار تجاري غلط. تلاقي مستثمر ميزانيته تجيب له شقه فندقيه ممتازه عليها طلب بجد وسهل تسيلها في اي وقت، ويروح يختار اقل محل في مول محدش يعرفه عشان عايز يبقى عنده اصل تجاري. طب تعالى نحسبها، المحل ده مفيش عليه ترافيك تقريبا، ما بيتاجرش او بالعافيه هيتاجر، كاش فلو بتاعك هيقلب بالسالب، وسقف السعر وانت بتعيد البيع مرتبط بحجم الإيجار السنوي. فأنت هنا ضحيت بفرصة تانية كان ممكن تعمل منها إكزيت ممتاز. تاني غلطة إنك تقيم الاستثمار بذوقك. تلاقي مستثمر تاني قدامه مشروع استراتيجي هيجيب ROI عالي، بس ديزاين الوحدة مودرن أو الفيلا دور واحد فمش عاجباك. تعال نقلب السؤال، هو أنت بتسكن ولا بتستثمر؟ لو هتسكن اختار اللي يريحك، بس لو بتستثمر فأنت مش بتشتري اللي على ذوقك، أنت بتشتري اللي السوق عايزه واللي السوق هيشتريه منك تاني، مش اللي أنت حبه وخلاص. تالت غلطة انك تمشي ورا كلام الناس. اصل صاحبي اشترى من المطور ده من 10 سنين وكسب. خلي بالك من النقطة دي، اللي كسب من 10 سنين، هو اشترى في وقت كان فيه نمو ولعب على معطيات السوق وقتها. الميزة دي النهاردة ممكن تكون عند مطور تاني مش عند المطور ده، او المنطقة دي مش هتزيد تاني خلاص. فالاستثمار بيتحسب بظروف النهاردة. الاستثمار خطة، عشان تدخل فيها لازم تبص على الارقام. ولو انت لسه بتبدأ الخطوة دي وعايز تبني محفظتك، سيب كومنت او سجل في الفورم اللي في البايو وفريقي هيتواصل معاك.